التنمر بقى من اكبر المشاكل اللي ولادنا بيقابلوها في المدرسه او النادي. ممكن يكون بكلمه جارحه او استبعاد من اللعب او حتى اعتداء جسدي. وفي روشته الماميز هنفهم كل ام ازاي تجهز ولادها يتعاملوا من غير ما يتاذوا او يحسوا انهم لوحدهم. اول حاجه لازم نعلم الطفل انه يرد برد قصير وقوي من غير خناق، زي كلامك مش عاجبني، ابعد عني، وده طبعا من غير ما يرد بالاهانه او الضرب. وفي حاله ان التنمر اتكرر او زاد لازم يبلغ المدرس او المشرفه، ولو مفيش استجابه يجي يحكي في البيت واحنا ناخد خطوه مع المدرسه. وطبعا مهم جدا نشرح لاولادنا ان طلب المساعده مش ضعف، بالعكس ده قوه وشجاعه. طيب لو اكتشفنا ان طفلنا بيتعرض للتنمر، انا هقولك التصرف الصح. اول رد فعل هو اننا لازم نسمع من غير مقاطعه ومن غير لوم، ولازم نطمنه ونقول له انت مش غلطان، اللي بيتنمر هو اللي عنده مشكله، ونتابع مع المدرسه ونطلب تدخل واضح وصريح. لو التنمر مؤثر على نفسيه الطفل زي قلق او عزله او خوف، مهم اننا نستعين باخصائي نفسي متخصص في الاطفال. ولازم نكون عارفين ان الدراسات من يونيسف بتقول ان الدعم الاسري هو خط الدفاع الاول ضد اثار التنمر. وفي النهايه يا ماميز، التنمر ممكن يسبب جرح كبير في نفسيه الطفل، لكن بالحب والدعم والاحتواء نقدر نساعده يتخطى اي حاجه.